السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده كيف ما تعودتوا معايا دائما ضمن الوصفات السهله والسريعه. اليوم ان شاء الله بنشارك معكم هاد السندويشات اللي ساهلين في التحضير، كيوجدوا غير في المقله وساهلين لا بالنسبه للمقادير ولا التحضير، دغيا تيوجدوا. وبقوا معايا حتى الاخر تاع الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. انا اول حاجه غادي نبدا بها هي العجين باش نعجنها هي الاولى باش نخليها ترتاح باش تطلق ليا. المهم هنا كناخذ واحد البول فاش غادي نعجن، كندير فيه واحد 3 الكيسان ديال الدقيق، خديت العبار بكاس العنبه، كندير شويه الملح القياس الكافي، وكنجمعو بشويه الماء. درت انا غير الماء عادي بارد. المهم كنجمع هاد العجينه، ما تكونش قاصحه بزاف ما تكونش مطلوقه، واحد العجين اللي يكون هكا رطب ما يكونش كيلتصق في اليدين. صافي هكا كنحيدها من داك البول، كنحاول هكا كنديها ونجيبها شويه بين ايديا. صافي ماشي ضروري كاع تدلكوها مزيان. صافي انا من بعد ما هكا دلكتها شويه بين ايديا، درتها في واحد البلاستيك وخليتها ارتاحت واحد ساعه تقريبا حتى ولات بهذا الشكل. تلقات معايا ديك العجين. صافي كنشكل، كناخذ شويه الزيت وكندير هكا كويرات اللي كيكونوا صغار، يكونوا بهذا الحجم، وكنعاود نغطيهم بواحد البلاستيك باش كيطلقوا بما كنوجد الحشوه. هنا بالنسبه للحشوه كناخذ واحد 5 ديال البوارو ولا واحد بصله اللي كاين، وكنقطعها هكا مزيان. هنا كناخذ واحد المقلاة كندير فيها شويه تاع الزيت ولا زيت الزيتون اللي بحال اللي كاين، كندير فيها ديك البوارو اللي قطعت، كنزيد عليها واحد فلفله حمراء هكا اللي قطعتها هي طريفات صغار، كنخليهم كيتشحروا غير شويه واحد 2 دقائق ولا 3، وكنزيد عليهم هنا كفته، درت هنا 250 غرام اي رابعه. المهم اي نوع من اللحوم كتفضلوا، لا صدر الدجاج مقطع طريفات صغار. بالنسبه للتوابل هنا ضفت الملحه وشويه البزار، شويه سكينجبير، شويه تاع الكمون وكركم وبابريكا، وغادي نضيف عليهم حتى الثومه بودره ولا ثومه طريه بحال. صافي كنخلي ديك الحشوه كطيب مزيان حتى كتشف ليا من السوائل، عاد كنطفي عليها البوطه. هنا من بعد ما طابت ليا الحشوه وطفيت عليها البوطه، نشفات ليا من السوائل ما بقاوش فيها، كنضيف عليها شويه ديال الذره، غير واحد الكميه قليله، وشويه ديال الزيتون خضر هذا المقطع. صافي ملي وجدت لي الحشوه كنحطها على جنب، كنمشي هنا كنبدا في العجينه. من بعد ما طلقات ليا كناخذ اول كره اللي بديت بها، صافي كنطلقها بهذا الشكل، كتكون رقيقه، كنبقى نطلق فيها حتى كيبان منها سطح العمل. المهم تكون رقيقه بزاف باش تجي ليا ديك السندويشه مورقه. صافي كنطلقها بهذا الشكل، وكنحط فيها كميه الحشوه، كندير فيها تقريبا شي 3 المعالق كبار. صافي كنحط الحشوه بهذا الشكل، هكا الشكل طولي، وكنحط فوقها واحد كميه الفرماج. المهم اي نوع من الفرماج كتفضلوا ممكن تضيفوه. صافي كنطوي عليها الجناب بهذه الطريقه، وكنحاول نطويها تكون الشكل مستطيل. بالنسبه للطياب ديال هاد السندويشات خاص العافيه تكون متوسطه، يعني ما تكونش مجهده بزاف ما تكونش مهيله، المهم تكون متوسطه شويه باش يتحمروا، يطيبوا من الداخل ومن برا. هنا غادي نعاود معكم واحده اخرى. المهم نفس الطريقه باش خدمت الاولى غادي نخدم الثانيه، كنطويها بهذا الشكل. المهم هنا الطريقه راه باينه. صافي كناخذ هنا واحد المقلاة اللي تكون ما كتلصقش، انا خديت مقلاة طيف هذه ديال الطيفال ديال البغري ولا الكريب، كندير فيها شويه، كندهنها بشويه الزيت باش كيتحمروا ليا. صافي وكنحطهم هكا بهذا الشكل، كنحطهم حتى كيتحمروا من الجهات، عاد كنقلبهم. وهنا كنحاول نحمر ليهم حتى الجناب، كنوقفهم بهذه الطريقه، كنبقى نقلب فيهم حتى كيتحمروا من الجويه كلهم.
وهنا فاش كنحط ديك السندويشه في المقلاة كنحاول هكا كنقرصها شويه باش كتجي مبسطه شويه. صافي كنبقى غادا بنفس الطريقه حتى كنساليهم كاملين. وكيف ديما اللي عجبكم لا فيديو اللي كنشارك معكم ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم، وشكرا على المشاهده.